النهارده هنتكلم عن إصابة مهمة جدا وهي إصابة الكوع، أسبابها وإزاي تتجنبها وطرق علاجها. يلا بينا نتكلم. أحلى مسا عليكم يا جماوية، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد. لو أنت أول مرة تشوفني هنا في القناة بنتكلم عن كل حاجة ليها علاقة بتغذيتك، بصحتك، بتمرينك. من الآخر هتعمل الفورمة، يعني هتعمل الفورمة. النهارده موضوعنا عن إصابات الكوع. أغلبية لعيبة كمال الأجسام واغلبيه الرياضيين عامه بيعانوا من مشكله اصابه الكوع واصاباته هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل. اول حاجه عايزين نعرف اسبابها. اول حاجه في اسباب وجع الكوع انك شلت وزن تقيل بطريقه غلط، بصوره مفاجاه. حملت على عضلة الساعد عندك بطريقة خاطئة. عندك عضلة الساعد دي بتشتغل في أغلبية التمارين بتاعت الجزء العلوي. أي حاجة هتلعبها في الجزء العلوي في جسمك عضلة الساعد هتساعد معاك، هتبقى معاك. عضلة الساعد اللي عضلة الريست، اللي هما العضلتين دول هيساعدوا معاك في كل التمارين اللي هتلعبها في جزءك العلوي. هتلعب صدر، هتلعب ظهر، هتلعب باي، هتلعب تراي، هتلعب اي لعبة عضلة الساعد هتساعد معاك، هتبقى موجودة معاك في التمرين. شلت عليها وزن بصورة غلط، وزن تقيل، ما سخنتش كويس، حملت عليها في التمرين، هتتصاب. انت عندك عضلة الريست، الجزء ده العضلات والاوتار متجمعه في حته هنا، في نقطه هنا اسمها الميديال ايبيكوندايل، والجزء ده العضلات والاوتار متجمعه في حته اسمها اللاترال ايبيكوندايل. من غير كلام علمي ومجعلص، الاوتار دي لو انت حملت عليها بوزن تقيل مفاجئ هتتصاب، والاوتار عندك هتلتهب، فهتحس عندك بوجع. يبقى احنا كده عرفنا اسبابه. شلت وزن غلط من غير ما تسخن، شلت وزن تقيل، كل الحاجات دي هتصيبك في الاوتار بتاعه المفصل اللي هو الميديال واللاترال. اول حاجه هنتجنب اصابه الكوع ازاي. اول حاجه لازم تسخن ريستك كويس جدا. هتسخن ريستك في اي تمرينه في الجزء العلوي، هتلعب ظهر، هتلعب كتف، هتلعب دراع، هتلعب صدر، لازم تسخن الريست بتاعك كويس. انا بالنيابه عني في اي تمرينه بسخن الريست وبسخن الكتف، لازم اسخن الاتنين دول اكتر اماكن ممكن يتصابوا، فخلي بالك منهم. تاني حاجة، مرن عضلة الريست عندك اسبوعيا، دخلها في جدول تمرينك. انا اعرف ناس ما بتتمرنهاش خالص، بتقعد بالسنين ما بتتمرنهاش، غلط جدا. لازم تدخلها في الجدول الاسبوعي بتاعك، تلعبها مرة حتى على الاقل في الاسبوع، دخلها وسط تمارينك. تالت حاجة عشان تتجنب الاصابة وانت بتتمرن، ما تخليش عضلة الريست تساعد في التمارين. انت غصب عنك هتلاقيها بتساعد شوية وبتزق شوية الوزن معاك. حاول على قد ما تقدر تبقى مهمة الجزء ده كله انك تمسك الوزن بس، ما تساعدش في شيل الوزن خالص. حاول تفصل العضلة دي خالص، ما تخليهاش تشتغل. حاول واحدة واحدة على الموضوع ده، واحدة واحدة هتيجي معاك الموضوع ده. حاول تفصل الجزء ده خالص عن التمرين. يعني بتلعب سحب مثلا في الظهر ولا في اي حاجة، حاول الجزء ده ما يشتغلش معاك، يبقى الشغل كله على العضلة اللي انت هتلعبها، ده ما يشتغلش معاك. رابع حاجة واخطر حاجة، ودي تعتبر سبب الاصابات، انك اوعى تعمل لوك لدراعك. اوعى تقفل دراعك للاخر. اللوك اللي هو ده كده، ان انت تخليه كده مقفول، لوك، تعمل له لوك، ده خطر جدا. يعني بتلعب مثلا تراي، بتنزل كده بتقفل للاخر، دي كده مع الوزن، مع الحركة دي هتعمل لك اصابة. بتلعب صدر، شلت الوزن للاخر ورفعته لفوق خالص، طلعت لفوق خالص وعملت لوك لدراعك، ده كده بيحمل على المفصل عندك، كده هتصيب الحتة دي خطر جدا وخلي بالك منها. بتلعب اي تمرين اوعى تعمل لوك لدراعك، الحركة دي خطر جدا. خلصنا كده الاسباب وازاي تتجنب الاصابة. هقولك على طرق العلاج. اول حاجة لازم تروح لدكتور. اول لما تحس بالوجع حاول تروح لدكتور يشخص لك حالتك، يعمل لك اشعة، يوصف لك حالتك بالظبط. ما تحاولش تجود من عندك، ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا وحاجة صغيرة، واما تروح للدكتور تلحقها بسرعة والموضوع يخلص بسرعة. كسلانك وانك ما تروحش للدكتور ده ممكن يكلفك كتير جدا، هيطول مدة اصابتك، هيدخلك في مصاريف كتيرة جدا، هيقعدك من التمرين مدة كبيرة جدا. حاول تروح لدكتور. تاني حاجة، والناس دي مهملاها جدا، بمجرد اما تحس بوجع في جسمك وانت بتتمرن اوعى تكمل التمرين، وقف تمرين فورا، خد بعضك وامشي. عايز اقولك ان اصابات كتير حصلت قدامي
بسبب ان واحد حس بوجع وكمل تمرين. مجرد انك بتحس بوجع وبتكمل التمرين ده كده خطر جدا جدا، هتخلي الحاجة اللي قد كده تكبر تبقى قد كده. بمجرد اما تحس انك عندك وجع في اي مفصل، وقف تمرين فورا. listen to your body. دايما خلي عندك القاعدة دي، listen to your body. جسمك هيقولك انا موجوع في الحتة الفلانية، وقف فورا. موجوع هنا، وقف فورا. الحاجة ممكن تبقى صغيرة، بس اما بتكمل التمرين عليها تبقى قد كده. وقفت انت التمرين اليوم ده، خد اليوم اللي بعديه راحة، خد لك يومين بعدها راحة، خد لك اسبوع بعدها راحة. انت اول حاجة هيقولك عليها الدكتور اما تروح له، خد لك اسبوعين 3 راحة. الراحة مهمة جدا جدا. وقف تمرين، خد لك راحة، خلي المكان اللي وجعك ده يلم ويلتئم بسرعة، ما تحاولش تحمل عليه بأي وزن. تالت حاجة، ودي حاجات انا بستخدمها شخصيا، بمجرد ما بحس بوجع في كوعي بحط مرهم فولتارين. مراهم زي فولتارين، واللي هي الفروست والجلات والحاجات دي كلها اللي هي مضادة للالتهابات. مرهم فولتارين اللي هو زي ده كده، مرهم فولتارين. المراهم دي كلها استخدامها ان هي بتسكن الالام، بتقلل التورم، مضادة للالتهابات. فولتارين في حاجات كتيرة جدا في الصيدلية من النوعية دي، هتلاقي جل، هتلاقي فولتارين، هتلاقي انواع كتيرة جدا. حطها، ادهنها مكان الوجع. حاجة تانية، ممكن تحط لزقات. اللزقات زي كيفن تيك، واللي هي لزقة النمر، لزقة زي دي كده. الحاجات دي كلها بتتباع في الصيدلية عادي. كيفن تيك اللزقة دي انا كنت حاطط منها واحدة، مش عارف حد شافني بيها ولا لا. لزقة زي دي بتلزقها مكان الوجع وخلاص كده، بتعمل لك نفس مفعول الفولتارين، بتقلل الالتهابات والتورم والشغل ده كله. رقم 5، ممكن تحط تلج. حط تلج يوميا مكان الإصابة لمدة 10 دقايق ربع ساعة يوميا. الكلام ده، حط تلج عندك الحتة دي متصابة، حط عليها تلج لمدة 10 دقايق ربع ساعة يوميا. الموضوع ده هينشط لك الدم هنا جدا، هينشط لك الدورة الدموية هنا جدا جدا، هيفيدك قوي ان الموضوع هنا الالتهابات والالام اللي هنا تروح. نقطة رقم 6، ممكن تستخدم اللي هو الرباط الضاغط ده، هتلاقيه في اي صيدلية برضو. الرباط الضاغط ده ممكن تلف حوالين مفصلك هنا وانت نايم، هيفيدك قوي. الحاجات اللي قلت لك عليها دي كلها موجودة في الصيدلية. فولتارين، رباط الضاغط، لزقة الكيفن تيك او النمر، كل دول موجودين في الصيدلية. الحاجات دي كلها بتستخدم ان هي بتنشط الدورة الدموية في مكان الإصابة، هتقلل لك التورم، هتقلل لك الالتهابات. النقطتين اللي جايين بعد كده لازم تستشير فيهم الدكتور او الصيدلي. ممكن تاخد حقن اللي هي الاعصاب، حقن الاعصاب زي الديبوفيت والليفابيون. النيروبيون دي محترمة جدا، مستوردة، والليفابيون دي كويسة جدا. الاتنين دول حقن اعصاب فيهم مركبات البي 6، بي 12، البي كلها. المركبات دي بتساعد على لو في عندك اي التهاب في الاوتار والاعصاب، هي بتعالجه. الكلام ده تاخده باستشارة الصيدلي او الدكتور، ما تاخدش من دماغك. حاجة تانية، ممكن تاخد البرشام اللي اسمه دمرة. الدمرة ده هبقى احط لكم صورته اهو، ده انا مش معايا العلبة دلوقتي. برشام ممكن تاخده من 2 ل3 يوميا، بيساعد جدا جدا في التهابات المفاصل، بيعالجها، بيعالج التورم، بيعالج كل حاجة من الالام العظم والحاجات دي. هبقى احط لكم صورته، مفيد جدا جدا. الحاجات دي كلها تاخدها باستشارة الدكتور، ما تاخدش حاجة من دماغك. يبقى احنا كده عرفنا هنعالجها ازاي. تلخيص سريع، اول حاجة هتروح للدكتور. تاني حاجة لازم تاخد راحة، وبمجرد اما تحس بوجع في جسمك توقف تمرين. تالت حاجة تحط تلج، تحط مراهم زي فولتارين، تحط لزقة اللي هي لزقة طبية، تحط رباط ضاغط، ممكن تاخد حقن اعصاب، ممكن تاخد اللي هو البرشام الباسط للعضلات. ودي كده هتبقى كل حاجة عن وجع المفاصل. خلي بالك وانت بتتمرن، اتمرن صح، اتمرن بصورة كويسة، حاول تبعد عنك الإصابات. بمجرد اما تحس بوجع listen to your body، بمجرد اما تحس بوجع وقف تمرين، خد لك راحة. كده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عندك اي سؤال او تعليق اكتبوه لي تحت في الكومنتس. ما تنساش تشترك في القناة لو مش مشترك، وانزل دوس على الزرار الاحمر اللي تحت ده اللي هو الاشتراك، انزل دوس عليه لو مش مشترك، ودوس على زر اللايك اللي هتلاقيه فوقيه.
دوس لايك واشترك في القناه واكتب لي كومنت، قول لي الفيديو الجاي عايزه يكون عن ايه، عايز اي حاجه اكتبها لي تحت في الكومنتس، احنا هنا زي الاخوات. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.